ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد لينا على القناه، ويلا نبدا نقول يا بركه بسم الله زي ما اتعودنا. قبل ما نبدا الفيديو يلا روحي دوسي على زرار اللايك ودوسي اشتراك واشتركي معايا لو لسه ما اشتركتيش، وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. النهارده الفيديو بتاعنا روتين الخميس. اول حاجه اول ما صحيت عملتها، انا بوريكم هنا عامله اكله حواوشي، وهبقى انزل لكم الطريقه في الفيديو الجاي ان شاء الله. منظره كان جميل وتحفه وطعمه كان جميل جدا، وكان بقى معاه شويه مخلل وبألف هنا وشفا للي ياكل. اول حاجه اول ما صحيت قمت على الريسبشن بتاعي. اول حاجه فكيت التلبيسه بتاعه الكنب دي اللي هي الرمادي دي، ما كانتش عجباني، رحت قمت ايه هفككها معاكم كلها، وهروح ماسكاها ايه غسلاها وهنشرها، وعقبال ما اخلص بقيه الريسبشن وبقيه الشقه هتكون هي نشفت، وهقوم ماسكاها وملبساها. انا دلوقتي بفكها، وكان في هنا انا مش هشيل المخدات كلها، هنا كان في بقع على المخده ديت فهشيلها، انما بقيه المخدات نضيفه معايا. اهو مسكت الكنبه التانية وهبدأ برضو افككها معاكم زي ما انتوا شايفين. وطبعا دولت بتوسخوا عندي بسرعة عشان ايه دايما بنقعد عليهم وكده، فهم ايه بتوسخوا بسرعة عن الظهر بيبقى لونه نبيتي وغامق فمتوسخش زي كده. اهو بفك التالتة معاكم، الكنبة التالتة، هما 3 كنبات، وهي الكنبة التالتة بفكها معاكم برضو عشان ايه اغسلها. اهو زي ما انتوا شايفين، اهو هلمهم بقى على بعض عشان ايه ادخلهم الغسالة يتغسلوا. بقفل السوستة بتاعتهم عشان ما ينسلوش من جوه. هلم برضو اللي هي المخدات بتاعة القعدة والمساند والقعدة نفسها برضو اغسلهم. ده روتين النشاط. يلا لو وصلت معايا لحد هنا اشتركي في القناة واعملي لايك وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. يوميات في بيتي ومطبخي دي قناتي. اهو زي ما انتوا شايفين انا اهو بفكك المساند معاكم. اهو دي بقول لكم دبابيس، انا بحط غزغز الدبابيس كده في المساند. اهو الم كل الدبابيس دي واجمعها مع بعض. اهو هفك المسند ده معاكم. اقفلي المساند دايما عشان ايه من جوه ما تتنسلش معاكي وانتي بتغسلي. اهو التانية برضو بفككها معاكم وايه ونغسلها مع بعض. دايما على طول ايه ما تسيبيش المساند والفرش بتاعتك تبقى وسخة كده او مش نظيفة او معفرة، لا كل شوية شيليها وحطها في الغسالة، هتديكي طاقة ايجابية ويعني احساس جديد، يعني كأنك لسه فرشاهم جداد، يعني غير لما انت تسيبيهم فترة او كده بتحس ان الحتة مش شكلها مش حلو مش نظيف. اهو زي ما انتوا شايفين حتة القعدة الكبيرة دي برضو عندي انا فرش عليها حاجة على طول، فهي ما بتتوسخش. اللي بتوسخ عندي الحرف اللي هو اللي باين اللي انتوا شايفينه ده اللي بيتوسخ عندي بس، لاني برضو كل شوية بشيل الفرش اللي انا جايباها اللي بالمتر اللي قلتلكوا عليها في فيديوهات قبل كده. بغسلها كل شوية، وكمان بتحافظ على القعدة على القعدة دي، يعني ما بفرشها عليها. اهو بفكك التانية معاكم برضو عشان اخدها برضو اغسلها. انا كده بشيلت كل الحتت وفككتها بتاعة القعدة، وبعد كده هرفع اللي انتوا شايفينهم الحتت الكبيرة دي وهرفعها على الكنبة لحد ما امسح الحتة. اهو زي ما انتوا شايفين معايا انا كده هلمهم على بعض واخدهم ايه على الغسالة على طول وانشرهم اول ما الغسالة تخلص. اهو خدتهم على الغسالة معاكم، اول ما الغسالة تخلص هقوم نشراهم عقبال ما اخلص مسح الريسبشن والشقة تكون هما ايه نشف. اهو بشيل الحاجات كلها الاول، بنقل القعدة معاكم زي ما انتوا شايفين. اهو بنقلهم مرصصهم هنا فوق على الكنبة. طبعا احنا بيجي علينا وقت ونقول مش قادرين نعمل، مش قادرين نروق، مش قادرين نغسل المواعين، مش قادرين نغسل. لا اول حاجة تبدأي بيها تشغلي قرآن في البيت، ولو عندك بخور بخري وتقولي يا بركة بسم الله ربنا ايه يكرمك على طول وايه وتلاقي النشاط حتى عليكي وكده، وتستعيذي بالله من الشيطان طبعا ويقوم ربنا كرمك. اهو برمي معاكم السلات، شوفوا السلات بتاعتي نضيفه ازاي، زي ما عودتكم قلتلكوا كل ما تيجوا تروقوا تاخدوهم على الحمام وتغسلوهم.
يقوموا يفضلوا على طول نضاف، وترش فيهم معطر، بتبقى يبقى نضاف على طول ومنظرهم جميل وريحتهم جميلة. اهو انا لميت كل السلات بتاعتي، اخر سلة معايا اهي بفضيها زي ما انتوا شايفين اهو. وهروح واخداهم كلهم برضو على الحمام زي ما اتعودنا مع بعض، ونقوم ماسكينهم وغسلينهم. لازم ان احنا على طول نشجع كده يا بنات، ونكون يعني بنحب بيتنا، وبنحب ان احنا نروقه ونجدد فيه. مش لازم اشتري حاجات جديدة عشان يبقى احس اللي هو جديد وكده، لا، انا ممكن يبقى عندي مفرش واحد بس كل شوية اغسله وانضفه واخليه نضيف على طول، فاحس اللي هو جديد وما بيقدمش معايا. وزي ما انتوا شايفين ده كان اذان العصر وبوريهولكم. لازم الواحدة تكون متشجعة على طول، وتكون بتحب شغل البيت، يعني مش شغل البيت ده يكون حاجة مضايقاني او حاجة بعملها غصب عني. لازم احب بيتي واحب شغل بيتي عشان بيتي يبقى جنة وجميل على قد ايدي. اهو بنفض معاكم السجادة التالتة زي ما انتوا شايفين اهو. نفضيها كويس وبرفعها برضو، وهروح ماسكة المقشة زي ما انتوا شايفين، وهبدأ اكنس الحتة كلها اهو. طبعا انا يعني عاملة يعني زي كل اسبوع ان انا اشيل الحتة بتاعتي كلها وانضفها، يعني اشيل الفرش بتاعي كله واكنس وامسح عشان تفضل الحتة نضيفة معايا على طول. اهو بكنس معاكم الجزء ده، بلم اهو العاب ولادي دي ملهاش لازمة هنرميها اهو. نكنس مع بعض الحتة. طبعا لازم تعودي اولادك ان هم يشاركوا معاكي لو بتعملي حاجة في شغل البيت عشان يبقوا متعودين على كده. يعني انا اولادي بخليهم يشاركوا، خدي ودي دي لبناتي ولاولادي، خدوا حطوا دي اعملوا دي، فيبقوا متعودين ان هم يشاركوا معاكي في شغل البيت ويساعدوكي، ان احنا نساعد بعض عشان البيت بتاعنا يبقى نضيف وجميل. ده طبعا حاجة اساسية لازم تعوديها لاولادك. وزي ما انتوا شايفين انا بلم الورق وبلم اي حاجة مكان ما كنا بنذاكر انا وولادي اهو. هنكنس مع بعض برضو دي الطرقة، هجيبها برضو نكنسها مع بعض زي ما انتوا شايفين. نلم برضو من عليها، هي نضيفة بس برضو هعيد عليها تاني عشان اما اجي امسحها اهو زي ما انتوا شايفين. نلم مع بعض كله. طبعا يا بنات لازم ان احنا يوم الخميس دوت يكون مختلف عندنا، يعني يعني روتين يوم الخميس ده يكون مختلف ليه، لان ده اخر الاسبوع بيكون صباح الجمعة اجازة لولادك. فلازم ان انت يعني تكون حاجة مختلفة، تسهروا بالليل مع بعض، تتكلموا وتحكوا وتعملوا اكلة حلوة كده، يعني مسليات، تعملوا فشار اهو. زي ما انتوا شايفين انا بلم التراب معاكم بتاع الصالة. فدايما خليكي قريبة من ولادك يحكولك ويكلموكي وكده يعني. اهو انا هنا المية جهزتها بتاعة المسح اهو، حطيت ديتول وحطيت معطر فريدة اهو، بحط غطيان من معطر فريدة. ده بتخلي ريحة الريسبشن بقى جميلة، ريحة الشقة بتبقى جميلة، واللي يخش من بره يلاقي ريحة بيتك جميلة ومفحفحة، يا سلام بقى. اهو معطر فريدة ده اساسا بيثبت وبتفضل ريحته موجودة، يعني جميل اوي، انصحكم تجيبوه اهو. شايفين الحتة اللي بمسحها بتلمع ازاي، ما شاء الله يعني. لو وصلت معايا لحد هنا اشتركي معايا في القناة وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد، ودوسي لايك اهو زي ما انتوا شايفين. انا بمسح معاكم الريسبشن، ما شاء الله الحتة اللي بتتمسح شايفين بتلمع وتنور ازاي. وبشغل بقى المروحة عشان تنشف مطرح ما انا بمسح، عشان لما اجي افرش تكون الحته نظيفه وحلو، ما افرش على ميه عشان ما تكمكمش السجاده يعني. اهو بمسح معاكم الريسبشن كويس اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا تحسي بطاقه ايجابيه جميله لما تقعدي بقى
تمسحي في حتتك كده وتفرشيها، بتحسي فعلا بالتجديد وبتبقى ايه منظرها جميل. اهو بجيب الحتة اللي عند مكتبة التلفزيون كمان اهو. بصوا ما شاء الله المنظر تحفة ونضيف، السيراميك بيلمع ما شاء الله عليه، والريحة بقى بتبقى رهيبة اهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. اهو دخلت برضو على الطرقة وامسكها برضو امسحها معاكم. ما شاء الله الحتة اللي بتتمسح شايفين بتلمع وبتبقى جميلة ازاي، ولا كأنه بورسلين. بسم الله ما شاء الله. اهو انا جبت دلوقتي السجادة بتاعتي وهبدأ افرشها، وفرشت سجادة هنا برضو الناحية التانية زي ما انتوا شايفين، وفرشت هنا المفرش اهو زي ما انتوا شايفين معايا. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله الحتة فرقت وجدت اهو. المفرش دوت اللي وريتهولكوا في ريفيو قبل كده، في روتين وانا بعمله قلتلكوا عليه ريفيو، يعني ان هو كان كويس ولا لا. اهو انا غسلته وحط عليه معطر برضو ريحته جميلة. ودلوقتي بفرشه على السجادة اهو. ببدأ اظبطه بقى من كل ناحية. انا السجادة دي بغطيها على طول بمفرش لان غسيلها صعب معايا وبتبقى تقيلة في الغسيل بتاعها، فدايما تلاقوني مغطيها بمفرش او بحاجة عشان برضو يعتبر كل قعدتنا عليها. بعد كده جبت الحاجات بعد ما نشفت وببدأ اللي انا ايه البسهم اهو. مسند القعدة بدأت اجيبه ما شاء الله، بتبقى طاقة ايجابية وجميلة لما تجيبي حاجتك كده وتلبسيها تاني بعد ما بتغسليها بقى. فزي ما انتوا شايفين اهو جيت برضو على الكنب وبدأت البس حاجته. شايفين الرمادي بقى نضيف ازاي وفتح معايا اللون ما شاء الله يعني. يلا بقى تشجعي وقومي شغلي الفيديو بتاعي وابدأي يشتغلي في مطبخك وتشتغلي في الريسبشن بتاعك، هتلاقي نفسك مشجعة وطبعا لما انت بتعملي يوم الخميس تنضفي شقتك وتروقيها تنظيف عميق زي كده بيريحك يوم الجمعة والسبت، بتبقي ايه فاضية اللي انت تقعدي مع اولادك وجوزك يوم الاجازة. فحلو ان احنا نتشجع يوم الخميس ونعمل كده. واهو زي ما انتوا شايفين انا بقفل سوستة بتاعة الكنبة، بقفلها اهو معاكم قعدة الكنبة. ببدأ اقفلها، هي صعب اقفلها شوية اهو. هبدأ بقى احطها معاكم وبكده لبست الكنب وزي ما انتوا شايفين المنظر بسم الله ما شاء الله. يلا قومي تشجعي واعملي يلا في شقتك وبصوا منظر القعدة بعد ما فرشتها ما شاء الله جميلة ازاي. وهو المفارش معاكم زي ما انتوا شايفين، وده الطرقة ما شاء الله عليها برضو فرشتها معاكم بعد ما مسحتها بوريها لكم اهو دلوقتي اهو. بصوا المنظر ما شاء الله ما شاء الله يعني. المنظر فرق جامد بين قبل وبعد، وتحسي كده بطاقة ايجابية داخلة عليكي في بيتك اهو ما شاء الله اهو. بصوا منظر القعدة مع منظر الكنب ما شاء الله يعني. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وفي رعاية الله ومع السلامة. اوعي تنسي تحط لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زرار الجرس. في رعاية الله.